ده وافل، واضح انه وافل ملفوف كده. ده جواه ايس كريم برضو صح؟ قالوا كده يا جماعه. وده غالبا بقى اللي عليه ده اللي هو اللوتس. الناس دي بتقول كلام حلو ليه بقى؟ استنوا بقى يا جدعان عشان الجو حر يختي. استنوا. والبوبه تروح مني والله. انا كان بيجي لي ترشيحات كتيره جدا، مكان جامد في اسكندريه اسمه ايس فولكانو، انا بسمع عنه وناس كتيره بتقول لي تعالى جرب، ده عامل حاجه قويه، حاجه عامل حاجه جامده، وبيقول لك عنده تشيمني وتياكي وبوبا ايس كريم بوبا وشاي، حاجات اللي هي الايه الشغل الجديد ده. يعني تعالوا نشوف ايه الحكايه بقى في الوافلز والمافلز والحاجات دي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من مارينا 4 بالصوت المبحوح. حاسس ان انا بقيت فنان، حاسس ان في بحه كده الصوت اختلف، والموضوع ملوش اي علاقه باي حاجه. هو يعني مش عارف، انا نمت صحيت كده. المهم بقى يا جماعه ايه، انا كان بيجي لي ترشيحات كتيره جدا، مكان جامد في اسكندريه اسمه ايس فولكانو، انا بسمع عنه وناس كتيره بتقول لي تعالى جرب، ده عامل حاجه قويه، حاجه عامل حاجه جامده. انا بالصدفه في مارينا 4 لقيته، وبيني وبينكم واكل كميه دهون تدلدل، يعني ايه كرش الحيران. فهحلي بقى، عايز احلي عشان ايه ادلدل الكرش والفخاد، يعني تبقى العمليه نجيب اخرها. وبيقول لك عنده تشيمني وتياكي وبوبا ايس كريم بوبا وشاي، حاجات اللي هي الايه الشغل الجديد ده. يعني تعالوا نشوف ايه الحكايه بقى في الوافلز والمافلز والحاجات دي. يلا بينا. طبعا بقى الحاجات اللي هي العظيمه ديت اللي احنا عارفينها بقى بتاعت الحلويات دي، بس هو الراجل ده عامل قلق جامد جدا في اسكندريه، وكميه الترشيحات اللي بتيجي عليه مخيفه. هو انا مبسوط، هو في ناس بتحب الاشياء دي. انا الحاجات دي عاده عشان انتوا عارفين الاكل بيبقى غصب عني كده، بس ايه بحب كده ايه كل فتره انزل لي نازله من الحاجات الروشه دي. بس طبعا احنا هندوق كده من كل فيلم اغنيه. ده بقى شيمني تاور، فاكرين الشيمني اللي هو العجينه البلجيكي اللي هي ملفوفه وبتتعمل وبعد كده بتتحط في الفرن اللي بيقعد يلف دوت، والشوايه ديت، وده جواه ايس كريم سوفت طبعا زي ما انتم شايفين كده. هو في عظمه هنا تحدث من الاخر كده، وشايف بندق وحاجات. نقول بسم الله. بالذروه ده طلع يا جماعه اسمه تشيميني ميكس مش تشيميني تاور، عشان قفشوا عليا دلوقتي الرجاله هنا، واحنا مش عايزين مشاكل مع حد. قولوا له البتاع اللي بيلف وهو هيتصرف يعني. بس انا كده على ما اوصل عند التشيميني وادوقها اليوم هيخلص، فاحنا هنعك عكايه صغيره كده وانتوا مش غرب. خليته جيب لي طبق فاضي، نزلتها كده اهو. انا هدوق بقى ايه من ظهر الكون، مفيش حد بتاعي عملها قبل كده دي. بسم الله. العجينه حلوه، هو ما ينفعش اشطب العجينه لوحدها، ينفع اسمه تشيميني تويست اقدر اطلبه فاضي. العجينه عالميه يعني، لو جبت منها شويه وتقدر تاكل منها، او انا مثلا عشان الموضوع كبير عليا فممكن دي اكلها هتبقى لطيفه. بس في بندقيه هنا. الراجل ده كريم قوي يا بابا. الفروع بقى بتاعت الناس دي في اسكندريه فين بقى؟ شارع النقل والهندسه سموحه بجوار بوابه 5 نادي سموحه، و5 شارع صدقي متفرع من شارع الاقبال، اخر شارع قبل البحر بجوار مستر بيكر واستوديو غزال. استوديو غزال معروف طبعا في اسكندريه، هو جنب استوديو غزال اللي في لوران. والفرع اللي احنا فيه دلوقتي الساحل الشمالي بوابه 4، وتخش من على البوابه على طول بيبقى في الممشى اول محل او تاني محل على ايدك اليمين على طول، سهل جدا انك توصل. قبل بقى ما الايس كريم بدا يسيح، الايس كريم السانديه بقى هنا عاملين فيه اختراع. عاملين ايه بقى؟ بيعملوه بالبوبه، اللي هي بيحطوها بقى في البوبه تي، وبيحطوها في الحاجات الجديده اللي هي طالعه موضه بتتحط في العصاير وفي الحاجات دي. الله، انا بحبها ليه بقى؟ لان انت مجرد ما تحطها لا مؤاخذه كده تحت سنانك بتروح مفرقعه على طول في وشك. تحس انك بتاكل عنب بس مش عنب، يعني عارفين هو في حاجه في. انت بتنزل ايه تاني؟ بتنزل ايه تاني؟ ايه ده؟ ايه ده يا بيه؟ وافل بابلز. البابلز الوافل نفسه بابلز. طبعا ده ايس كريم سوفت لطيف جدا، طعمه حلو جدا جدا جدا. بس الالطف موضوع البوبه ده، ومع الحر بتاع الساحل ده على ما اعتقد، او الحر بتاع مصر عموما على ما اعتقد، هيبقى حاجه لطيفه جدا ومختلف عن الساندي اللي احنا متعودين عليه طبعا. هو انت ما ينفعش تجيب لي شويه بابلز لوحدهم اقعد هي غالبا البابلز دي بالبلو بيري او حاجه ومركزه، فلما بتفرقع بتحس انك انت رحت كده في حته كده، فاهمين؟ انا كده مش هنكمل بقيه الحاجات، انا هفضل مع البابلز شويه. احطه هنا على جنب عشان يوسف بيمد ايده وهو بيصور كده ساعات. ده ايه ده بقى؟ ده وافل ساندوتش. ده وافل، واضح انه وافل زي الوافل ده، بس ده بطريقه اخرى ملفوف كده. ده جواه ايس كريم برده صح؟ بس ده مش سوفت ولا ايس كريم سوفت برده، ايس كريم عادي بقى. قالوا كده يا جماعه. وده غالبا بقى اللي عليه ده اللي هو اللوتس، موضه اللوتس اللي فيه عليها خلاف كبير اليومين دول بين مؤيد ومعارض. بس اللوتس ده حلاب. انا في يوم ابقى حبه ونفسي اكل حاجه فيها لوتس، ويوم تاني تقول لي لوتس، اقول يا راجل لوتس ايه وبتاع. ما بقتش انا حتى ما بقتش فاهم انا بحبه ولا لا. بس هو ايه يعني ايه اليومين دول يعني ايه حلو. هو مشكلته بس انك لازم بعد ما تحلي تشرب لتر ميه بعديه. بس ايه، تعالوا بقى ندوق الوافل نفسه.
الناس دي بتقول كلام حلو ليه بقى؟ انا بحب لما اكل وافل يبقى وافل طري من جوه وفي نفس الوقت فيه قرمشه من الاطرف كده. وعايز اقول لكم هو معمول بقاله حبه، انا لو خدت بالك هتلاقوا حتى الايس كريم بدا يسيح لانه بقاله شويه يعني بره برد زي ما بيقولوا شويه بس طعمه ستيل حلو وفريش يعني. لان انا بالنسبه لي دي هاخدها هتفضل قاعده معاها شويه، مش هعرف اكلها اللي هو ايه وانا قاعد كده مره واحده. فلو انا اخلص الايس كريم اللي جوه وبعد كده ايه اقعد انقنق في الوافل براحتي. ده ايه ده بقى؟ طب هو ايس كريم مانجا شكله يعني وما ينفعش تضرب لي شويه مانجا من الايس كريم ده في الخلاط لان هي ايس كريم حلو. مشكله ان المحلات الحلويات دي لما بكون بصور فيها انا ما ببقاش عارف اروح لهم منين ولا اجي لهم منين، فبحس اني بتظلم. بعد ما اروح البيت ابدا افتكر بقى الله لو البتاعه دي كانت دلوقتي بقى، لان بيبقى وقتها في اللحظه دي. المكان ده كويس جدا على فكره يا جماعه ويستاهل فعلا كميه الناس اللي عملت لي ريكومنديشن وبعتوا لي لازم تجربوا لازم تجربوا. انا بجد اول ما شفته اتبسطت، قلت اما نجرب ونشوف الدنيا فيها ايه. حاجه لطيفه خفيفه وانت في الساحل مش عايز تتعشى مثلا عشاء بروبر، عايز تاخد حاجه حلوه تلكم معاك وتبقى لطيفه، المكان ده كويس. عايز تتحلي بس ما انصحكش تكون لسه واكل وتيجي لان الحاجات هنا برضو تقيله نوعا ما ومخدومه كويس. فانت ايه عايز اللي هو ايه بعد الاكل بساعتين ثلاثه كده عشان تعرف تخش تدب، ما تجيبش حاجه وتقعد. هستسمحكم بقى تتوكلوا انتوا على الله لان انا معايا هنا بوبا ايس كريم ساندي بوبا هركز معاه شويه. استنوا بقى يا جدعان عشان الجو حر يختي. استنوا والبوبا بتروح مني والله، البوبا بتروح مني جوه هنقعد ندور عليها كده. بقول لك ايه، ما عندكش مصفى